كلمتين مهمين جدا لاي حد عايز يشتري عربيه بالتقسيط يشتغل بيها، لان انا الفتره اللي فاتت دي عملت اكتر من فيديو في اكتر من معرض بتكلم على العربيات المتاحه والعربيات المستعمله والعربيات الكاش، وان انت ممكن تقسط وممكن تشتري كاش، طب ممكن تبدل. ولكن لقيت بعض التعليقات كلمتني في حته ان انت لا، انت كده بتلبس الناس في عربيات بالتقسيط. فانا مش عارف بقى المشكله عندنا اللي ما قدرتش اوصل الناس وجهة نظري، ولا المشكلة ان في ناس فهمت الموضوع غلط. انا يا جماعة لما بخاطب حد في الموضوع ده بخاطب الناس اللي كده كده شغالة. حد زي حالاتي مع عربية موديلها بدأ يقدم، او عربية مانوال عايز يشوف حاجة اوتوماتيك، فبيشوف حاجة مستعملة يحط رينج بسيط وينقل عربية من عربية. او حد مثلا هيحط فلوس تاني ويروح حاط مقسط مثلا جزء بسيط فاضله يكون على قد امكانياته يجيب عربيه تانية. هو كده كده شغال وعارف ظروفه ايه وعارف الشغلانه فيها ايه ومميزاتها وعيوبها، وعارف هو يقدر يوفر كام، وبيسيستم حياته بناء على الكلام ده. وناس تانية مأجرة مثلا عربيات وشغالة في المجال بقالها فترة، فقال لك الفلوس اللي انا بدفعها ايجار ده لا، اشوف لنا حاجة حنينة كده مستعملة احط فيها الفلوس اللي انا بدفعها ايجار ده، احطها كقسط ويبقى العربيه بتاعتي وما بدفعش فلوس وخلاص على كده بتروح عليا. فانا بخاطب الفئه اللي شغاله والفئه اللي هي ايه، يعني فاهمه وبقالها كتير وعايز ده يغير وده يغير وده عايز ينقل، طب ده عايز يبيع الكلام ده كله. ولكن لما انا لقيت الموضوع رايح في حته ان ناس جديده اصلا عايزه تدخل وتغامر وتجيب بالتقسيط، لا، يبقى لازم نوضح الامور ونتكلم في النقطه ديت. انا كمان الناس اللي بتكلمني على الخاص وبتقول لي انا عايز اجيب عربيات في التقسيط، بقول لهم يا جماعه بلاش. لو انت لسه بتجرب، جرب في عربيه ايجار لمده شهر. والمشكله كمان في ناس لسه اصلا ما بتسوقش، فاللي هو بيرمي نفسه كده ايه في سكه مش بتاعته. كمان في ناس بتقول لي ارقام كبيره جدا، يعني ناس بتقول لي قسط 15، وناس تقول لي قسط 18، وناس تقول لي قسط 20,000 في الشهر. فالموضوع انا بالنسبه لي بيخضني. يعني انا واحد اهو بقالي اكتر من 6 سنين مثلا شغال، ولو قلت لي تعالى خد قسط ب 15 ولا 18 اقول لك والله لا، ما مش جايه معايا. حتى لو هعرف ادفعهم مش لا مش هينفع. وهوضح لك بالتفصيل ليه انا بقول لك لا بلاش. طب ما في ناس بتدفع ايجار كتير وفي ناس بتدفع قسط، وكل واحد ادرى بظروفه وادرى بحياته، يعني كل واحد ظروفه غير التانيه ودنيته غير التانيه. وانا دايما بقول لك كلمتين في موضوع التقسيط ده: لو عايز تقسط لازم تكون فاهم ان انت لازم يكون عندك دخل اساسي هيغطي القسط ده. يعني عايز تقسط يا سيدي عربيه قسطها براحتك، بس ما تعتمدش على قسط العربيه من الشغلانه. لازم تكون معتمد ان انت كده كده مسنود على حاجه ليك دخل، ظروفك هتدفع لك القسط ده، وبناء عليه بتشوف ايه الحاجه ايه اللي مناسبه مع امكانياتك. انا والله بقدر اوفر في الشهر مثلا 5000 جنيه من شغل معين فحطيتهم في قسط عربيه. طيب ليه بقول لك بلاش قسط بقى؟ الكلمتين المهمين يعني او الهدف من الفيديو ده يا جماعه: العربيه دلوقتي اللي انت هتجيبها بقسط 700,000، العربيه مثلا ب 700,000 جنيه، عقبال ما تخش لها في اقساطك ودنيتك هتبص تلاقي عربيتك دخلت لها في مليون جنيه. فلو افترضنا ان العربيه بمليون جنيه، فانت علشان تجيب المليون جنيه دي، فانا مش قادر اقول لك على كام سنه، ولكن هنتكلم على قصه ان انت هتكون ملزم بقسط كل شهر كبير 15,000 ل 20,000 جنيه كل شهر، غير صيانات العربيه، غير بنزين العربيه، غير لا قدر الله العربيه اتخبطت ايا كان. يعني الواحد يعني ايه معرض لكل حاجه. تبص تلاقي الفلوس اللي انت اشتغلت بيها حطيتها اديتها للبنك. طب انا فين فلوسي؟ انا نازل ودافع مقدم وعمال اتمرمط في الشارع وادفع في مصاريف واتبهدل علشان ده مشروع ليا واكسب منه. فتبص تلاقي الدنيا ان انت ما بتكسبش، انت كل اللي بتعمله ان انت بتدفع قسط العربيه، وبعد ما خلصت قسط العربيه هلكت منك فحطيتها مقدم عشان تجيب عربيه تانية جديده تدفع قسطها، فتفضل ايه ماشي في الدوامه دي. بعكس ان انت تكون عربيتك كاش، ايا كانت بقى عربيتك عاليه، عربيتك موديل قديم، موديل حديث، دي بقى بتبقى حاجه ترجع لك انت بقى. فانت عربيتك كاش وجايبها وسايقها وماشي بيها، يا سيدي لو ما كسبتش مش هتخسر حاجه. حتى انا اي حد بيقول لي هي الشغلانه يعني مناسبه وكويسه ولا انا محتار، فبقول له بص لازم تفرق ما بين حاجتين: لو انت كده كده معاك عربيتك وكاش وبتاعتك يا سيدي انزل جرب، هتخسر ايه؟ مش هتخسر حاجه. ولكن لو انت واخد قرار ان انت تجرب في عربيه قسط، لا، بنصحك بلاش تعمل كده. خلاصه الموضوع ان انت علشان فعلا تستفيد بمميزات الشغلانه، وهي ان انت تشتغل براحتك ما تشتغلش عند حد ولا مواعيد معينه،
وتستفيد بالميزه ديت، لازم تكون عربيتك كاش، ايا كانت بقى عربيه موديل قديم او موديل حديث. وطبعا الموديل الحديث ده بيكون ركوبه ليك انت، يعني ايه، او لو انت شغال في تعرف ليك علاقات بالسياحه والكلام ده، ممكن تستفيد بيها في المجال ده. بس كده، ده انا حبيت اوضح للناس المعلومه ديت. انا يا جماعه بخاطب الناس اللي كده كده شغاله، الناس اللي عايزه تغير، الناس اللي عايزه تبيع، الناس اللي عايزه تنقل الكلام ده كله. وانا واحد منهم والله، بفكر بجديه ان انا اشوف حاجه ايه، بس انا مش عايز ادفع اقساط كبيره ولا الكلام ده. انا عايز اشوف ايه، حاجه برضو مستعمله كده، تكون اوتوماتيك او مانيوال يا سيدي، بس موديل احدث شويه، وهنقل فيها عربيتي. لو فكرت في الجديد احاول ان انا افكر في حاجه يكون وسطها قليل جدا، يعني يكون حاجه كده في سكه الخمسة سبعة بالكتير قوي، عشان ما اضغطش على نفسي. وانت اشتريت عربيه بالتقسيط قبل كده واشتغلت بيها، قول لنا تجربتك، هل فعلا موضوع التقسيط ده فكره كويسه للشغل في برامج النقل الذكي ولا لا؟ اشترك في القناه وفعل زر الجرس. سلام.